السلام عليكم يا احلى متتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الفطور ديالي البسيط. درت الحوت في الفران، وغادي ندير واحد الكيك اللي كيعجبني بزاف في شهر رمضان. كيتقدم هكا بارد كيجي غزال، منعش الصراحه بلي فخوي. غادي نحتاج فيه جوج ديال البيضات. هو هذا الكيك هذا ديال 7 ديال المعالق، ساهل البنات ودغيا كيوجد واقتصادي، كيجي زوين بزاف. احتاج جوج ديال البيضات، وغادي نحتاج واحد الفانيلا، قبيصه ديال الملحه، ضروري واحد القبيصه ديال الملحه. صافي غادي نخلط مزيان البيض والفاني، غادي ندير السكر حتى هو 7 ديال المعالق. هاد الكيك البنات دغيا كيوجد، دغيا ضروري من ديك القبيصه ديال الملحه كنديرها. صافي البنات، وغادي ندير دابا الزيت 7 ديال المعالق. هاد الكيك هذا ما كيخصوش يجي طالع، لان غادي يجي فيه لي فخوي من الفوق، يعني ما خصوش يكون طالع. صافي كندير 7 ديال المعالق ديال الزيت، وغادي ندير ياغورت ديال البنان. تقدروا ديروا ديال فاني، تقدروا ديروا 7 ديال المعالق ديال الحليب. انا درت هاد الياغورت ديال البنان، صراحه كيجي زوين في هاد الكيك هذا، كيجي فيه واحد البنه اللي زوينه. تقدروا ديروا الحليب 7 ديال المعالق، يمكن يبقى لكم الاختيار. انا درت هذا ديال البنان، كما قلت لكم كيعطي واحد النكهه زوينه لهذا الكيك. صافي غادي نخلط مزيان وغادي ندير 7 ديال المعالق ديال الفورص وخماره وحده. صافي دابا درت الفورص البنات، غادي نخلط مزيان وغادي ندير الخليط ديالي في المول اللي دهنته بالزبده. صراحه درت هذا المول هذا شويه صغير، كان عليا ندير الا كان هكا شي واحد كبير كان احسن. انا درت هذا الصغير هذا، ولكن ماشي مشكل. المهم تقدروا ديروا مول شويه كبر من هذا باش الكيك ما كيطلعش، كيخصوش يجي من فوق الكيك. صافي الكيك بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل هذا، هشيش البنات، هشيش ما نقولش لكم شحال رطب رطب رطب، ودغيا كيطيب. سقيته بهكا بشويه ديال الليمون، عصير ديال الليمون. تقدروا ما تسقيوهش غير ديك لي فخوي اللي غديروا، راه غادي ديروا فيها الليمون ماشي مشكل. المهم انا سقيته كيجي فتي وكيجي رطب رطب البنات، فيه واحد البنه ما نقولش لكم. صافي دابا غادي نخليه يرتاح هكا شويه. غادي نقطع لي فخوي اللي عندي. المهم تقدروا تعمروا باش ما بغيتو بداك الشيء اللي عندكم. بالتفاح بوحدو، تقدروا ديروا البنان والتفاح، الفريز. دابا الفريز راه موجود. المهم انا درت كاع داكشي اللي عندي راني درته. عندي هنايا كاس ديال الليمون، كاس ديال الليمون، وغادي ندير واحد الساشيه ديال الفلا، وغادي نزيد واحد الساشيه ديال الفاني. كما قلت لكم تقدروا تعمروا ديك الكيك باش ما بغيتو نتوما. داكشي اللي عندكم تقدروا ديروه. المهم انا درت داكشي اللي عندي، درت منه شويه شويه ودرت داك الكيك. جا صراحه زوين بزاف، منوع بلي فخوي. صافي درت انا واحد شويه ديال السكر، مبغيتش نكثر لان الكيك فيه السكر والديسير حتى هو حلو. صافي درته فوق البوطه حتى طاب ليا داك العصير. صافي البنات، هنايا عندي التفاح، عندي البنان، عندي هنايا الفريز، عندي المونغ هنايا واحد شويه. كما قلت لكم راه ما ديروش نتوما هادشي كله، انا كان عندي موجود، راه درت كل حاجه منه شويه. تقدروا ديروا غير من التفاح والبنان. المهم داكشي اللي عندكم تقدروا ديروه. صافي راه كتجي زوينه. تقدروا ديروا غير البنان راه كتجي زوينه، هي التفاح مثلا. صافي هنايا درت شويه ديال الكيوي، شويه ديال الفريز، شويه ديال البنان، شويه ديال التفاح. درت واحد شويه ديال المونغ حتى هو، كان عندي هكا شويه داك المونغ طيب، ما بغيتش نديرو ما خلطتوش مع لي فخوي كله. صافي ودرتو هكا من فوق الكيك كما شفتوا معايا، قطعته عادي. وصافي وهنايا داك العصير ديال الليمون درتو فوق البوطه حتى بدا كيغلي. صافي وحيدته. دابا غادي نكبو من فوق الكيك
وصافي داك المونك تا هو درتو من الفوق كما شفتوا معايا. كيبقى اختياري بالنسبه للديسير، كيبقى اختياري، تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتو نتوما. وصافي المهم هذا هو الكيك ديالنا، كيتقدم صراحه بارد. دابا غنديرو في الثلاجه يبرد، كنوجدو هكا على تيساع وكنديرو في الثلاجه وكنخليه يبرد على خاطر خاطرو. ملي كنبغيو كنلقاوه واجد بارد. صافي البنات، هنايا غادي نوجد الحوت اللي غادي ندير في الفران. عندي هنا واحد جوج ديال الميرنات ديجا مغسولين مسقطرين. عندي هنايا الثومه اللي حكيتها، القزبره ومعدنوس. عندي التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، الكمون. هادشي اللي غادي ندير. عندي هنا واحد العطريه ديال الحوت حتى هي صراحه كتبنن، درت منها حتى هي تقريبا واحد المعلقه صغيره. صافي دابا غادي نعصر الحامض. ضروري من العصير الحامض للحوت باش كيجي بنين وكيجي واحد لوغو اللي زوين بزاف. صافي درت هنايا شويه ديال الملحه. الحامض دابا راه موجود تبارك الله، وميه البنات فيه الماء تبارك الله، كنستعملوه بزاف بزاف. صافي عندي هنايا الحوتات، الميرنه. هنايا كندير لهم هاد الفلحات بحال ما هكا باش كتدخل لهم ديك الشرموله ديال الحوت. عندي هنايا الفلفله حمراء، الفلفله خضراء، والحامض اللي قطعتهم. صافي والشرموله راني وجدتها معاكم كما شفتوا. دابا غادي نشرمل الحوت. كنشرمل دوك الحوتات مزيان مزيان وغادي نخليهم يرتاحوا حتى كيتشربوا ديك الشرموله باش كيجيو بنانين. الا كان عندكم الوقت تقدروا تشرملوهم هكا بكري وتخليوه. شحال ما تشرب ديك العطريه وديك الشرموله راه كيجي بنين. صافي البنات، وغادي دابا ندير الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء حتى هما غادي ندير لهم هكا شويه ديال الشرموله باش كيجيو بنانين. ديك الفلفله ما كتجيش هكا باسله. صافي غادي بقات لي هاد شويه ديال الشرموله، زدت عليه واحد شويه ديال الماء. صافي وغادي نشرمل كما قلت لكم الفلافل. انا هنايا البنات كنزرب الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ولكن الطريقه راه واضحه وبينه. صافي هذه هي طريقتي في الحوت ديال الفران. ديال الطريقه اللي كندير ليه راه كيجي بنين البنات، كيجي زوين، كتجي ديك المريقه ديالو زوينه وخاتره. داك المرق ديالو خاتر وزوين. صافي درت هنايا الحامض، درت الفلفله حمراء، الفلفله خضراء، درت واحد المطيشه حتى هي قطعتها. وصافي داك لاصوص اللي بقى حتى هو كبيتو هكا في الطبسيل ديال الحوت. وصافي دابا غادي نخليهم هكا واحد شويه يرتاح، عاد غادي ندخلو الفران. ضروري ما كنمسح هكا الجناب ديال الطبسيل اللي كيدخل الفران باش ملي كيطيب ما كيبقاش هذاك الشيء، ديك الشرموله هكا مخربقه في الطبسيل. المهم كيبقى الطبسيل نقي وزوين. وكندير هكا شويه ديال زيت العود من الفوق. وصافي غادي نخليه كما قلت لكم يرتاح باش غادي ندخلو الفران. كيجي على هذا الشكل هذا. صافي البنات، دابا غادي نشارك معكم الزعلوك اللي كندير صراحه كل مره. وشنو كندير انا؟ كاينين طرق بزاف. هذا كيجي غزال. قطعت الدنجال هنايا، درتو طريفات هكا صغار، درتو في هاد المقله ودرت عليه الزيت كندير القياس. وصافي وكنغطي عليه وكنخليه حتى كينزل بحال كيتقلى شويه. هو كيطيب وهو كينزل. وعاد غادي ندير عليه مطيشه ونزيد عليه شويه القزبر الثومه. المهم مطيشه درتها هنايا، درت الثومه بعد ما نزل مليحه. غادي ندير الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه. وكيجي الزعلوك زوين بزاف. المهم كنمهل عليه البوطه وكنخليه يبقى يطيب وهو كينزل في نفس الوقت. كيجي زوين هاد الزعلوك وسريع صراحه دغيا كيوجد. رافقناه حتى هو مع الحوت. كما كتعرفوا الحوت ضروري كيخص يكون معاه الزعلوك. الا ما كانش الزعلوك راه انا ما كيدقش ليا الحوت. صافي غادي نخليه هنايا كما قلت لكم يطيب حتى كيتشحر مزيان مزيان يوقف. عاد غادي نحيدو. صافي البنات، هذا هو الزعلوك ديالي اللي شاركت معكم.
كما قلت لكم انا نزرب الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. وبدا كيطيب دابا. انايا جبت العجين ديال البيتزا، كان عندي في المجمد ديجا شاركته معكم. عندي هنايا هاد لاصوص اللي درت فيها شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وخليتها حتى طابت مزيان. صافي بديت كنعمر بها العجين ديال البيتزا. ملي كتكون عندك هكا شي حاجه موجوده في الفريكو كتجيك ساهله صراحه. صافي جبدتهم مباشره من الفريكو، بديت كندير لهم في لاصوص، عمرتهم ودخلتهم للفران. درت الفرماج هو الاول، غادي نديرهم غير بالطون وشويه ديال الفلفله، وصافي راه كيجيو بنانين. انا ما كنكثرش البنات المعجنات بزاف في الطبلات الفطور صراحه. الا درت هكا البيتزا نقدر ما نديرش شي حاجه واحده اخرى، كل مره كندير حاجه. ما كنكثرش المعجنات بزاف، ماشي صحيين صراحه. صافي دابا درت شويه ديال الفلفله، غادي ندير دابا الطون وصافي. غادي نزيد شويه ديال الفرماج هكا من الفوق والزيتون الكحل. الفران تيكون عندي سخون مزيان لان العجين طايب نص طيبه. صافي دابا بديت كندير الفرماج كما قلت لكم من الفوق. البيتزا البنات شنو اللي كيصايبها؟ راه غير الفرماج، الا ما كانش الفرماج راه كتجي البيتزا ناقصه. صافي البنات هذا هو فطورنا. درت العصير ما شاركتوش معكم، درت فيه الحامض والليمون كيجي زوين، ودرتوه بالمونك كيجي واعر واعر، ما شاركتوش معكم. صافي كان هذا هو فطورنا البسيط، شاركته معكم. كما قلت لكم انا ما كنكثرش المعجنات بزاف في الطبله. صافي كنديرو غير داكشي اللي بغينا ومشاهينو صافي. الميرنه الصراحه كتجي بنينه وكتجي زوينه في الماكله ديالها، لان ما فيهاش الشوك داك الرقيق، ما فيهاش نهائيا، فيها اللحم رطبه وزوينه وفيها ميتكال، كتاكلي وانتي مرتاحه. كتعجبنا الميرنه، هي اللي كنجيبو حنا غالبا غير الميرنه بالنسبه للفران. وصافي المهم هذه هي طبيلتنا ديال نهار اليوم، وكلشي على صالادي فخوي. الكيك صراحه كيعجبنا بزاف، كناكلو منه هكا في الفطور وكيبقى للسحور ولا من بعد صلاه التراويح. كدوزي بها هكا عصير، كتجي زوينه ومنعشه. كنتمنى تجربوا الكيك صراحه زوينه البنات. تقدروا ديروا فيه كما قلت لكم اي حاجه بغيتو، اي حاجه عندكم في الدار. صافي كانت هذه طبيلتنا ديال نهار اليوم، شاركتها معكم. كنتمنى تلان اعجابكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنسينيش من لي جيم واحد البصيمه، ما خاسرين والو والو، كتفرجوا في لا فيديو ولكن ما كديروش البصيمه، ما عرفتش علاش، ولكن تنقولها لكم غير فضلا وليس امرا. المهم الغزالات ديالي غادي نقول لكم السلام عليكم وتهلاو لي في راسكم حتى الفيديو جديد.